هنعمل مع بعض النهاردة سلطة السبانخ. سلطة السبانخ من السلطات المفيدة جدا للجسم. انا جبت هنا السبانخ، نضفتها كويس جدا وغسلتها كويس جدا وشلت العنقود بتاعها، وبعدين قطعت عليها بصل اخضر، 3 بصلات خضر، وحطيت عليهم كمان 4 طماطمات صغيرين وقطعتهم صغير جدا، وكمان معايا خصاية بلدي قطعتها كويس جدا، وهضيف عليهم كمان فلفل الوان اصفر وفلفل حار. اللي مش حابب الفلفل الحار يشيله، بس هو بيدي طعم جميل جدا للسلطه. هنعمل بقى الصوص والدريسنج بتاعها. الصوص هنا هيبقى عباره عن زيت زيتون، ربع كوبايه زيت زيتون. لو مفيش زيت زيتون ممكن يكون زيت ذره برضو، مفيش اي مشكله خالص. وبنحط معاهم معلقتين كبار من دبس الرمان. دبس الرمان هنا عشان كان في التلاجة بس ماسك شويه، المفروض ان هو يطلع بره قبلها بمده. بعد كده هضيف عليهم ربع كوبايه عصير ليمون، وهنضيف كمان معلقه فلفل اسمر صغيره جدا، وكمان معلقه ملح صغيره. ما بنكترش الملح قوي عشان طبعا دبس الرمان بيدي مزازه جامده جدا مع الليمون. هقلب الصوص ده كله كويس جدا، وما نحطوش على السلطه الا وقت التقديم. هنا السلطه بس انا ضفت عليها شبت وضفت عليها نعناع يابس، يعني ممكن يكون ناشف وممكن يكون فريش. واقلب ده كله كويس. اتمنى منكم تجربوها وتقولوا رايكم ايه. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه.